بعد ساعات من تصريح رئيس جمهورية القبائل فرحات مهني من العاصمة الفرنسية باريس استعدادا لإعلان استقلال جمهورية القبائل الاتحادية عن الجزائر، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريح ناري اتهم فيه فرنسا بدعم أطراف خارجية تسعى إلى تقسيم الجزائر، في إشارة إلى إسرائيل ودول مجاورة، في تلميح واضح للمغرب. وقال تبون إن ما يحدث من دعم خارجي لاستقلال مناطق من بلادنا هو عمل مدبر يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر وتقسيم وحدتها الوطنية، مضيفا أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية. ويأتي هذا التصريح بعد ساعات فقط من وصول فرحات مهني إلى باريس، وسيطر توقعات بأن يعلن خلال ساعات استقلال جمهورية القبائل بشكل رسمي، ما يعكس تصاعد التوترات بين الجزائر ومحيطها الإقليمي وفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا ودول الجوار.